السلام عليكم، تحياتي للجميع. في هذه الحلقه غادي نشوفوا ان شاء الله غنشوفوا يعني بعض يعني تفاصيل ديال استرجاع مصاريف الملفات الطبيه، وغنشوفوا تقريبا حاله بحاله. مثلا بالنسبه للنظارات يعني تاريخ الوصفه الطبيه مهم جدا. يعني هو لقاش منه كيبدا الاحتساب ديال الاجال القانونيه اللي هي بالنسبه للملف ككل يعني شهرين، لكن ما بين تاريخ الوصفه الطبيه وشراء النظارات ما خصوش يفوت شهر. ما خصوش يفوت شهر. نعطيو مثال، انسان مثلا دار كونسلطاسيون عند اوفطالمو بالنسبه للنظارات، دار كونسلطاسيون وهذاك التاريخ من بعد منه تقريبا بشي 20 يوم عاد خدا النظارات. فاش خدا النظارات في ديك الاجال ماشي غيحسب شهرين. ما ينساش بان 20 يوم اللي داز هي البدايه وهي اللي خصو يحسبها. يعني تاريخ الاجال كتبدا من تاريخ الوصفه الطبيه بالنسبه للنظارات، وما بين شراء ما بين العياده عند لوفطالمو وعند لوبتيسيان ما خصش يفوت شهر. الا فات شهر يعني بطبيعه الحال الملف لا يقبل. بالنسبه للامراض المزمنه، الامراض المزمنه يعني كنحتسبوا ماشي شهرين كما هو العاده، وانما كنحتسبوا 5 اشهر. يعني الا كان امراض مزمنه اللي تريتمون فيه 3 اشهر، فاش كيسالي التريتمون عاد كنحسبوا شهرين اللي من بعد، هي 5 اشهر. هذا بالنسبه للامراض المزمنه. بالنسبه للمصاريف الاستشاره الطبيه، يعني التعويض عن الاستشارة الطبية كاين بطبيعة الحال إما في القطاع العام أو في القطاع الخاص. بالنسبة للقطاع العام، الطبيب العام كاين 40 درهم باش تكون هذه معروفة، وبالنسبة للقطاع الخاص 80 درهم. وبالنسبة للاختصاصي في القطاع العام 75 درهم، هذه تعريفة المرجعية 75 درهم. وبالنسبة للقطاع الخاص 150 درهم. بالنسبه للقلب والشرايين، بالنسبه للمشرع ما داش بالنسبه للتعويض عن هذا الاختصاص هذا في القطاع العام، وانما دارها بالنسبه للقطاع الخاص، والتعويض هو فيه 250 درهم ما بين كونسلطاسيون لو سي جي 250 درهم. بالنسبه لي ان بي ولا الرمز الوطني الاستدلالي، هذا ولا مفروض من ماي 2021 فرضته لا كونوبس بطبيعه الحال. وهنا غنفتح اشاره ما الفرق ما بين التعاضديه العامه والكنوبس. الكنوبس هي واحد مجموعه ديال التعاضديات اللي مشاركين فيها، من بينها التعاضديه العامه الام جي باب مشاركه حتى هي في الكنوبس. يعني حنايا مثلا كان في الميتيال جينا يعني في التعاضديه العامه كنشدوا الملفات بصفه يعني مندوب. كنشدوا كنعطيو الملفات للناس ديال التعاضديه وكيخدموهم كيوجدوهم كيعطيوهم مثلا الناس ديال الكنوبس اللي خصها تعوض. كاين التعويض مثلا ديال التعاضديه والتعويض ديال الكنوبس. وهنايا فاش كيوقعوا مثلا تاخير بالنسبه للمنخرطين وكيبقاو يتسائلوا علاش ما علاش. اما بالنسبه للتعاضديه فتقريبا هي خدمات الملايين منين جاء المكتب المسير الحالي، الملايين ديال الملفات. ولكن الاشكال ماشي بالنسبه في المستوى ديال التعاضديه، ولكن الاشكال في المستوى ديال الكنوبس كما قلت فرضات لي ام بي او رقم الوطني الاستدلالي على الاطباء. وباش دابا نشوفوا هذا الرقم الاستدلالي التفاصيل ديالو. الوصفه بطبيعه الحال لوردونونس والميتيال يعني سورتو لوردونونس خصها تكون فيها اسم المستفيد ماشي اسم المؤمن، اسم المستفيد باش تكون الوصفه زعما مقبوله بالنسبه للملف ديال المنخرط. ودابا حاليا يعني في لوردونونس يعني بالنسبه للملف ولا كيتدفع غير الكودابار كما هو في العلم ديالكم، ما بقاش كيتدفع البروسبكتوس، غير الكودابار، والكودابار اللي فيه ديك الدائره اللي ما فيهاش الشرطه، يعني غير ديك الدائره اللي كتكون خاويه هي اللي مقبوله. وتقريبا بعض الادويه تقريبا في المغرب كامل تقريبا فيه 86 دواء اللي ما فيهمش
هاد العمليه ديال الكودابا وديك الدائره، ديك الساعه كتدفع لابواط كامله. بالنسبه للتعويض كما هو معلوم، يعني تقريبا 86% 70% ديال القطاع الاجباري، و16% ديال القطاع التكميلي. بالنسبه كاين الامراض المزمنه والامراض المكلفه. بالنسبه للامراض المزمنه هذه كلشي عارف التفاصيل ديالها ولا بروسيدور ديالها، ولكن الامراض المكلفه يقدر الانسان يمرض شي مرض اللي هو ماشي مزمن ولكن الدواء ديالو مكلف جدا، والتعرض ديال بطبيعه الحال كتعطيه ولا كياخذ يعني البريزون شارج ديال مده سنه على ود هذا المرض هذا الا كان مكلف جدا. كاين بالنسبه للامراض المزمنه كاين بطبيعه الحال اما 3 سنوات او 5 سنوات، وكاين امراض دابا حاليا ولا يعني بريزون شارج افي بالنسبه لي ديابيتيك. الديابيت ولا فيه غير الكونترول فيزيك، يعني من نوبه لنوبه، يعني فاش يعيطوا عليك يعني كيمشي المريض شخصيا باش يدير كونترول فيزيك، وهذا هو اللي مطلوب بالنسبه ل بريزون شارج افي بالنسبه للديابيت. بالنسبه للتعويضات على الادويه، كاين التعويض على اساس الجينيك اللي كاين في المغرب، هذا هو على هذا الاساس هذا كيكون التعويض. بطبيعه الحال الا ما كانش الدواء الجنيس الجينيك كيكون التعويض على اساس الدواء الاصلي، ولا كان الدواء يعني كاين 3 ديال الحالات، اما كيكون التعويض على الدواء الاصلي، او التعويض على الدواء الجنيس الاقرب للدواء الاصلي، او التعويض على الدواء الجنيس الا خديتي الدواء الجنيس. بالنسبه لي ام بي رقم استدلالي هو اللي كيعني الهويه ديال الطبيب. كاين فيه 9 ديال الارقام، جوج ديال الارقام الاولى 9 ديال الارقام كيكون كذا، جوج ديال الارقام الاولى غير بالنسبه للجهه اللي كيعمل فيها هذا الطبيب هذا. الرقم الثالث هو ديال الاختصاص، يعني واحد الا كان الصفه ديال المؤسسه، يعني شحال من خطا كيراجعوا الملفات على هذا الاساس هذا، سيرتو رقم الاستدلالي. كيمشي مثلا شي كذا منخرط كيمشي عند شي طبيب في شي مؤسسه وكيدير له رقم الاستدلالي ديال المؤسسه، هذا 100% غيرجع ليه الملف ديالو. هذاك الشيء ردوا البال. بالنسبه للرقم الثالث ما خصوش يكون فيه الصفر، كيقدر يكون فيه مثلا واحد هو رقم ديال الاطباء، هذا خصنا نردوا البال بس اي وصفه طبيه خصو يكون فيها رقم واحد. رقم جوج بالنسبه للفارماسي، ورقم 3 بالنسبه للبيولوجيست، ورقم 4 بالنسبه للشيروجيان دونتيست. يعني هاد الارقام هادو الانسان يرد لهم البال على حساب الاختصاص اللي كيدوز فيه باش يكون لي ام بي او. وبطبيعه الحال باقي الارقام هي ديال التسلسليه ديال الطبيب المعني بالامر في الهيئه اللي كينتمي لها. مؤخرا كما هو معلوم ان الفوي ميتيال يعني ولاو كيتطلب رقم ديال الهاتف، يعني الفوق رقم الهاتف. ونقطه واحده اخرى، الانسان خصو مثلا فاش ياخذ لاكارت جديده ولا لاكارت اللي عنده يرد البال لداك 531 ماتريكولاسيون، واش 500 الا كان ذكر 531 الا كان انثى 532. علاش هذه القضيه هذه مهمه بزاف؟ لقاش لا قدر الله الا كان مثلا شي مرض ديال البروستات، مثلا شي ادويه ديال البروستات وانت عندك 532 لن تعوض عنها، والانسان يبقى يقلب وما عارفش علاش لا يعوض على الملفات ديال الادويه ديالو هذاك سميتو وهو عنده رقم 532. والعكس صحيح، الا كان شي ادويه اللي خص مثلا تكون بالنسبه للاناث وهكذا وهي عندها 531 فلن تعوض عنها. وبطبيعه الحال البلاصه ديال التوقيع كتكون لتحت، البلاصه ديال التوقيع مهمه بزاف. كاين اللي كينساها، الاغلبيه كينساوها، ويعني كنرد البال لهذه القضيه هذه، الاغلبيه كينساو هذه القضيه هذه بان التوقيع لتحتها مهم، والتاريخ بطبيعه الحال خصو يكون مطابق للتاريخ اللي كاين في لوردونونس والتاريخ اللي كاين في الميتويال اللي داير الطبيب، يكون داكشي كله مطابق. بالنسبه للاجهزه الطبيه، بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بان التعويض عن الاجهزه الطبيه راه تقريبا كيوصل 100%. كاين اللي كيتهرس ولا يطالي شي حاجه وسميتو كيمشي يقلب ويطلب وهذا وهذا، وهو بالنسبه للاجهزه الطبيه كاين تعويض عليها 100%.
كاين تقريبا 869 جهاز طبي في المغرب اللي كاين فيه يعني التعويض عليه 100%. منها حتى الاكسجينوثيرابي، يعني الا كان هذيك الاله ديال الاكسجين، الا كان الانسان المريض او المنخرط محتاج ليها بطبيعه الحال كيدير لوردونونس، وكيدير يعني التقرير ديالو، كيدير بعض مثلا تحليلات ديال الغاز ديال الصون، كيدير مثلا هذه المسائل هذه. والاجهزه اللي يعني كاين فيها التعويض، كاين فيها واحد المقرر ديال وزير الصحه اللي فيه هذه الاجهزه كامله. حاله وحده بطبيعه الحال اللي كتستدعي الموافقه المسبقه بالنسبه للاجهزه الطبيه، يعني قبل ما تشريه خصك تاخذ الموافقه الا كانت فوق 50,000 درهم. الا كانت فوق 50,000 درهم يعني كتاخذ، كاين واحد المطبوع وكاين واحد الفاتوره تقديريه خصك تدفعها، وكتدفع فاش كتاخذ الموافقه بطبيعه الحال كتاخذ الجهاز ديالك وكيتم التعويض عليه. بالنسبه للنظارات، النظارات بطبيعه الحال وحده المساله اللي مهمه انه الامبيو يكون ديال لوفطالمون. الامبيو يكون ديال لوفطالمون علاش؟ لقاش ما يمكنش مثلا نوندوكرينو يطلب لك مثلا نظارات، ولا يعني ماشي غير تمشي للميتيال ولوردونونس وتمشي تطبع عند شي ميديسان كيف ما كان سبيسياليتي ديالو وتقول بانه سيتم تعويضك بالنسبه للنظارات. لا، خص يكون الامبيو ديال اوفطالمون. وبطبيعه الحال الكبار يعوضون عن بالنسبه للزاج مره كل سنتين، والصغار مره كل سنه. وبالنسبه للقرب ولا البعد كاين التعويض عن القرب ب 400 درهم والتعويض عن البعد ب 400 درهم. بالنسبه للراديولوجي، الراديولوجي عندهم طبيعه الحال كما هو معروف زد، رمز ديال لا راديولوجي. وبالنسبه اللي كيساوي تقريبا 10 ديال الدراهم، الا قلنا مثلا راديو بومو 15 زاد يعني 150 درهم. بالنسبه للتعويض، التعويض تقريبا الا كانت درتي شي اكت بالنسبه لشي حاجه في المستشفى عمومي تقريبا 100% تعويض، ولا درتي نفس لاكت بالنسبه درتي في البريفي التعويض هو 80%. بالنسبه للتحاليل في المختبرات، التحاليل بطبيعه الحال نفس التعويض، كاين 80% بالقطاع الاساسي و 20% بالقطاع التكميلي. كاين لوردونونس وكاين الفاتوره ديال التحاليل. لوردونونس والفاتوره ديال التحاليل، ما كاينش نتائج ديال التحاليل نهائيا. هذه كنأكد عليها. بالنسبه للملفات اللي كيتدفعوا ما تدفعوش نتائج ديال التحاليل ديالكم. حاله وحده اللي كيتدفع فيها ملف ديال اللي كيتبعوا فيها النتائج ديال التحاليل الا كان فوق 4000 درهم وداز في الكونترولور يعني المراقبه الطبيه وطلب المراقب الطبي انه يشوف هذا التحاليل هذه. اما يقدر يدوز وما يطلبش النتائج ديال التحاليل. في هذه الحاله هذه الا كان فوق 4000 درهم وطلب، يعني جوج ديال الشروط، فوق 4000 درهم والمراقبه الطبيه طلبات النتائج ديال التحاليل، والا فان النتائج ديال التحاليل ما كيتدفعوش. بالنسبه للاستشفاءات الطبيه والانعاش، يعني تقرير كيتدفع تقرير طبي مفصل، وكيتدفع الوصفات الاصليه البريسكريبسيون، وكيتدفعوا نتائج الفحوصات الاضافيه لي كونط روندو ديال لي غام ديال تي دي ام ديال هذه المسائل هذه. وبطبيعه الحال الوصول اللي تخلص به في ذاك المستشفى. هذا بالنسبه لا بريزون شارج. بالنسبه للتعويض عن العمليات الجراحيه كيتدفع تقرير طبي ونتائج يعني لي كونط روندو ديال الفحوصات وداك سميتو، والفاتوره الاصليه. بالنسبه للحوادث الناتجه عن ردود، يعني بالنسبه للتروماتو اللي عندها علاقه بالتروماتو المسطرات، هذا كيدوز في المسطرات المنازعات. علاش؟ باش الانسان ما يستافدش مرتين، يعني ما يستافدش من تعويض على بالنسبه للكونوبس وبالنسبه للاسيونس. هنايا كيدوز كيدير واحد الالتزام والراديولوجي بطبيعه الحال ما قبل يعني الراديولوجي ديال الواقع اللي وقعت ليه والنتيجه بطبيعه الحال.
بالنسبه للقضيه ديال ملف الاسنان، التعويض عن الاسنان. الاسنان حتى هو 80% كتعوض بالنسبه للقطاع الاساسي، و20% ديال القطاع التكميلي. بعض العلاجات يعني تخضع للموافقه القبليه، وهاد الموافقه يعني خص تاخذ. كاين بزاف ديال الناس حتى كيساليو عاد كيدفعوا الملف ديالهم وما كيتقبلش. لذلك خص الانسان يسول بالنسبه للقضيه ديال الاسنان. الا كان هادشي اللي عايديه خصو موافقه قبليه، خصو ياخذ الموافقه القبليه عاد باش يدير لي زاكت اللي خصهم يداروا. والا ما تبقى يعني خصو يكون يعني مساله عاديه، الا بعض العلاجات اللي خصهم الموافقه القبليه. بالنسبه للعلاجات خارج الوطن، يعني طلبات التحمل والعلاجات خارج الوطن، خص هذه بزاف ديال المنخرطين ما كيعرفوهاش. يعني كدي واحد طلب، وكيكون فيه مثلا التقرير ديال بالنسبه للسي ارشي ولا لوبيطال ميليتير بان هاد التحليل، بان هاد العمليه اللي غدير ولا هادشي اللي غدير ما كاينش عندنا في المغرب. وبطبيعه الحال كتمشي ديرو خارج الوطن، والبريزون شارج كتكون 100%. بالنسبه لهذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه، لا كان مرض مفاجئ خارج الوطن، يعني يتم التعويض على حساب تعريف المرجعيه، وما خصش يفوت بطبيعه الحال ديال شهرين. بالنسبه كاين واحد الحاله بالنسبه للهيئات الدبلوماسيه اللي خدامه في الدول الاجنبيه. المشرع يعني دارهم باش على حساب التكلفه ديال ديك الدوله اللي كاينين فيها، يعني يعوضوهم على حساب التكلفه الاطار المرجعي ديال ديك الدوله، ماشي التعريفه المرجعيه ديالنا في المغرب. بطبيعه الحال هاد النقاط هادو كلهم قلناهم. بعض النقط باش نوضحوا مثلا ما يخص هذا الجانب هذا، لان بعض الناس يعني كيترجع لهم ملفات لاسباب اما ما كانوش عارفينها، واما غابت عليهم في المسار باش يصاوبوا الملفات ديالهم. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون بدايه ديال يقدر يكونوا فيديوهات اخرين يتعلقوا بالعمل ديال التعاضديه او العمل ديال المندوبين. اللي في هذا الاطار هذا كنحيي جميع المنخرطين، وكنتمنى انه يكون وضح لهم بعض النقاط. وإلا كانت شي تساؤلات اخرى ولا شي حاجه، احنا مستعدين بطبيعه الحال للاجابه عنها في التعليقات. شكرا لكم.